حبايب قلبي شباب الثانوية العامة، بما إن معظمكم بيهمل النظري وكله مركز على المسائل وحل المسائل والقوانين والكلام ده، أنا في السلسلة دي هعمل لكم أهم الأسئلة النظري. هنلم الأسئلة النظري كلها طبعا. كل فيديو هناخد سؤال. في الفيديو ده هنبدأ بسؤال ماذا يحدث في الحالات الآتية. يلا بينا يا شباب نبدأ بالسؤال النظري زي ما اتفقنا. بما إن معظمكم كتير بيهمل الأسئلة النظري، فده أول فيديو في السلسلة بتاعتنا، وهناخد سؤال ماذا يحدث في الحالات الآتية، وطبعا جبنا أهم الأسئلة بالنسبة للمنهج كله. فأول سؤال بيقول: عند ارتفاع درجة حرارة موصل من حيث مقاومته، إيه اللي هيحدث في الحالة دي؟ في الحالة دي هتزداد مقاومة الموصل. ليه؟ لأن مقاومة الموصل تتوقف على درجة الحرارة ونوع المادة. تمام؟ طيب تاني حاجة، زيادة شدة التيار المر في الموصل للضعف بالنسبة لقيمة مقاومته. طبعا هنا الإجابة هتكون تظل المقاومة ثابتة. ليه؟ لأن احنا قلنا إن المقاومة بتتأثر أو بتتوقف على درجة الحرارة ونوع المادة، وفي الحالة دي هي ولا بتتوقف على شدة التيار ولا على فرق الجهد. تمام؟ أربعة بقى زيادة طول موصل إلى الضعف مع إنقاص قطره إلى النصف. بالنسبة لمقاومة الموصل إيه اللي هيحصل؟ خد بالك، طالما قال لك قطره هنا، تمام، معنى كده إن القطر إن المساحة بتساوي باي ار تربيع. فأنت في الحالة دي المسألة بتاعتك فيها تربيع. فأنت هتعمل إيه يا باشا؟ ار واحد على ار اتنين بيساوي ال واحد في ار اتنين على ال اتنين في ار واحد. تمام كده. طبعا ما تنساش التربيع ار تربيع. فانت عندك بيقول لك نقص قطره الى النصف. الى النص يعني واحد على اتنين تربيع تبقى واحد على اربعة. تمام. تمام. وبيقول لك ايه هنا برضو كمان؟ زيادة طول موصل الى الضعف، يعني ال بقت ايه؟ 2 ال. فانت هتحط بقى فانت هنا هتحط الارقام بتاعتك وتضرب، فهتبقى ال في ربع ار تربيع على 2 ال في ار تربيع، تطلع معاك بواحد على 8. فيبقى ار 2 بتساوي 8 ار 1. يبقى تزداد مقاومة الموصل الى 8 امثال قيمتها. تمام. ندخل في السؤال الخامس بعد كده. بيقول ارتفاع درجة حرارة موصل بالنسبة لتوصيلياته الكهربية، ايه اللي هيحصل؟ تقل التوصيلية الكهربية للموصل. هنا ليه؟ لأن ارتفاع درجة حرارة موصل بتزود المقاومة النوعية، ولما تزيد المقاومة النوعية التوصيلية الكهربية هتقل. ليه؟ لأن التوصيلية الكهربية والمقاومة النوعية علاقتهم ايه؟ عكسية. رقم 6، توصيل مقاومتين على التوازي قيمة إحداهما 1 أوم بالنسبة لقيمة المقاومة المكافئة. الإجابة بسيطة، هتكون قيمة المقاومة المكافئة R أقل من 1 أوم. ليه؟ ليه هنا بقى؟ لأن في التوصيل على التوازي تتعين R من العلاقة R1 في R2 على R1 زائد R2، وفي هذه الحالة تكون R داش بتساوي R1 على R1 زائد 1. طبيعي أنت في الهدف من التوصيل على التوازي ان انت بتاخد مقاومة يعني بتستنتج مقاومة صغيرة من عدة مقاومات كبيرة، عكس التوالي بتنتج مقاومة كبيرة من عدة مقاومات ايه؟ صغيرة. السؤال رقم 7 بيقول ازالة بعض من مصابيح التنجستين المتصلة معا على التوازي في دائرة بالنسبة لإضاءة كل مصباح وكذلك الإضاءة الكلية. الإجابة بسيطة، طبعا يظل فرق الجهد بين طرفي كل مصباح ثابت ويساوي فرق جهد المصدر، وبالتالي تظل القدرة المستنفذة بين طرفي كل مصباح ثابتة. تبع العلاقة ايه؟ البي دبليو بتساوي في تربيع على ار. وهنا طبعا ايه اللي هيحصل؟ هتظل إضاءة المصباح الواحد ثابتة ولكن تقل الإضاءة الكلية ايه؟ للمصابيح. نخش على السؤال اللي بعده. زيادة شدة التيار الكهربي المر في سلك مستقيم بالنسبة لكثافة الفيض الناتج عنه عند نقطة تبعد عنه مسافة معينة. طبعا تزداد كثافة الفيض المغناطيسي، وده ليه؟ تبع للعلاقة ان البي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. تمام. طيب 9، نقص نصف قطر ملف دائري يمر به تيار كهربي ثابت الشدة بالنسبة لكثافة الفيض عند مركزه. برضو الإجابة هتكون ايه؟ تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه تبع للعلاقة بي بتساوي ميو في ان اي على 2 ار. طيب 10 بيقول مرور تيار كهربي مستمر في ملف لولبي. الإجابة هتكون ايه؟ يتولد حول الملف اللولبي وداخله مجال مغناطيسي يشبه إلى حد كبير المجال المغناطيسي لقضيب ايه؟ مغناطيس. 11 وضع ساق من الحديد المطاوع داخل ملف حلزون يمر به تيار كهربي مستمر. ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟
هتزداد كثافة الفيض المغناطيسي على طول محور الملف الحلزوني، لأن النفاذية المغناطيسية للحديد المطاوع أكبر من النفاذية المغناطيسية للهواء، حيث إن قلنا إن البي تتناسب طرد مع الميو. نخش على السؤال بعد كده 12. قطع ملف حلزوني طوله ال وعدد لفاته ان من منتصفه، خد بالك من منتصفه، وتوصيل أحد النصفين بنفس البطارية مقاومتها الداخلية مهملة. اللي هيحصل في الحالة دي هتقل مقاومة سلك الملف للنصف، حيث ان الار تتناسب طرديا مع ال، فتزداد شدة التيار للضعف، حيث ان الاي تتناسب طرديا مع تتناسب عكسيا مع المقاومة. مع ثبوت عدد اللفات في وحدة الأطوال فتزداد كثافة الفيض المغناطيسي إلى الضعف تبع للعلاقة B بتساوي. سؤال 13. قطع ملف حلزوني طوله ال وعدد لفاته ان من منتصفه وامرار نفس التيار باحد النصفين. هنا بقى عاد مش هيبقى زي السؤال اللي فوقيه، ولكن هتكون الاجابه تظل كثافه الفيض المغناطيسي ثابته، حيث ان شده التيار وعدد اللفات في وحده الاطوال لا تتغير. يعني بمعنى اصح هو مفيش تغير حصل، فبالتالي تظل كثافه الفيض المغناطيسي ثابته. 14. مرور تيار كهربي في ملف حلزوني ملفوف لفا مزدوجا خد بالك بالنسبة لكثافة الفيض عند محور الملف. الإجابة هتكون الإجابة هتكون تنعدم كثافة الفيض عند محور الملف، لأن المجال الناشئ عن تيار أحد فرعي الملف يلاشي المجال الناشئ عن تيار الفرع الآخر. هنيجي للسؤال رقم 15. مرور تيار كهربي في نفس الاتجاه في سلكين متوازيين. ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ هنقول يتجاذب السلكان، لأن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي خارج السلكين تكون أكبر من محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بينهم. طبيعي أنت عندك بيكون كثافة الفيض بره أكبر من جوه، ففي الحالة دياتي هيحصل هتتجاذب السلكان. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك مرور تيار كهربي في اتجاهين متضادين في سلكين متوازيين. ايه اللي هيحصل؟ طبعا الإجابة هيكون يتنافر السلكان. ليه؟ لأن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بين السلكين بتكون أكبر من محصلة كثافة الفيض المغناطيسي خارجهم، عكس السؤال اللي فوقيه بالظبط. طب سؤال رقم 17 بيقول لك وضع سلك يحمل تيار كهربي عمودي على مجال مغناطيسي منتظم. ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي تنشأ قوة مغناطيسية عمودية على كل من اتجاه التيار الكهربي وخطوط الفيض المغناطيسي. سؤال رقم 18 بيقول لك مرور تيار كهربي في ملف مستطيل موضوع موازيا لمجال مغناطيسي. خد بالك يتأثر الملف بعزم ازدواج له قيمة عظمى، لأن الضلعان العموديان على اتجاه الفيض المغناطيسي يتأثر بقوتين متساويتين في المقدار، ولكن متضادين في الاتجاه، وقطع منهما ليس واحدا. طب السؤال ده لو كان بدل الموضوع موازي كان موضوع عمودي، ايه اللي هيحصل؟ جاوبوا في الكومنتات. سؤال رقم 19 بيقول لك مرور تيار مستمر بشدة عالية أكبر من IG داخل ملف الجلفانومتر. إيه اللي هيحصل؟ في الحالة دي هيتولد في الملف عزم ازدواج أكبر من قدرة الملفين الزنبركيين على التحمل، مما قد يسبب اختلال اتزان ملف الجلفانومتر وقد يحترق نتيجة الحرارة. السؤال رقم 20 بيقول مرور تيار متردد داخل ملف الجلفانومتر. إيه اللي هيحصل؟ في الحالة دي يتذبذب المؤشر حول صفر التدريج في التيارات عالية التردد، حيث لا يستجيب الملف للتغيرات السريعة في اتجاه التيار بسبب قصوره الذاتي. يبقى السبب في كده؟ هو القصور الذاتي. وإذا كان تردد التيار منخفض يتبدل عزم الازدواج على ضلعي ملف الجلفانومتر ويتحرك المؤشر يمين ويسار صفر التدريج. السؤال بعد كده استبدال الملفين الزنبركيين في الجلفانومتر بآخرين عزمهما أقل من الموجود بالنسبة لحساسية الجهاز. إيه اللي هيحصل؟ طبعا تزداد حساسية الجلفانومتر، لأن زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر هتزداد لنفس التيار. صغر مقاومة مجزئ التيار المتصل بالجلفانومتر بالنسبة لحساسية الأميتر. إيه اللي هيحصل؟ هتقل حساسية الأميتر ويزداد المدى الذي يقيسه الشدة ويقيسه لشدة. السؤال بعد كده بيقول ادخال مغناطيس داخل ملف متصل بجلفانومتر حساس ثم استقراره داخل الملف. ايه اللي هيحصل؟ هينحرف مؤشر الجلفانومتر اثناء الادخال لتولد EMF مستحثة في الملف نتيجة تغير الفيض المغناطيسي، ثم ينعدم هذا التغيير. طبعا احنا عارفين ليه هينعدم، علشان استقرار المغناطيس فيعود المؤشر للصفر. 24 حركة المغناطيس والملف الموضحين بالرسم بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه. ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي هيكون لا يتولد تيار مستحث في الملف، لأنهم في نفس السرعة، لأنهم في نفس الاتجاه وبنفس السرعة. زيادة سرعة سلك يتحرك عموديا على خيط مغناطيسي عموديا، خد بالك من دي، منتظم للضعف بالنسبة لقيمة القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة
في الحالة دي الإجابة هتكون تزداد القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في السلك للضعف. وده ليه؟ طبعا السؤال بعد كده تقريب ملف يمر به تيار كهربي من ملف آخر متصل بجلفانومتر حساس. إيه اللي هيحصل؟ هينحرف مؤشر الجلفانومتر بسبب تولد إيه؟ EMF مستحثة عكسية في الملف المتصل به بسبب الحس المتبادل. سؤال 27 بيقول لك فتح دائرة الملف الابتدائي وهو بداخل الملف الثانوي، يتولد بين طرفين الملف الثانوي EMF مستحثة طردية. خد هنا بالك، طردية تقاوم انهيار مجال الملف الابتدائي. 28 بعد كده بيقول لك زيادة قيمة التيار الكهربي المر في ملف ابتدائي موضوع داخل ملف ثانوي طرفاه متصلان بجلفانومتر صفر تدريجه في المنتصف. يتحرك مؤشر الجلفانومتر على أحد جانبي صفر التدريج، وده ليه؟ لتتولد قوة دفع مستحثة عكسية في الملف الثانوي بإيه؟ بالحس المتبادل. بعد كده فتح دائرة كهربائية تحتوي على ملف مغناطيس كهربي قوي موصل على التوالي مع بطارية ومفتاح. ايه اللي هيحصل؟ تحدث شرارة كهربائية بين طرفي المفتاح لتولد فرق جهد كبير ناتج بالحس الذاتي في ملف المغناطيس الكهربي، وذلك لكبر المعدل الزمني للتغير في شدة التيار وكبر عدد لفات الملف. السؤال بعد كده بيقول لك نمو تيار كهربي في ملف بداخله القلب من الحديد المطوع من حيث زمن نمو التيار. يزداد زمن نمو التيار في الملف بسبب تولد EMF مستحثة عكسية كبيرة، وده ليه؟ نظرا لكبر معامل الحس الذاتي لأن النافذية المغناطيسية للحديد كبيرة. لف أسلاك المقاومات الكهربية لفا مزدوجا ومرور تيار كهربي بها ينعدم الحس الذاتي لها ولا يلقى التيار فيها إلا المقاومة الأمية فقط، وده ليه؟ لأن المجال الناتج عن مرور التيار في أي لفة يلغي المجال الناتج عن مرور التيار في اللفة المجاورة لها. وجود فرق جهد عالي بين طرفي مصباح الفلوريسنت. في الحالة دي هيقول لك يتم تفريغ الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف في أنبوبة مفرغة من الهواء وبها غاز خامل. إيه اللي هيحصل بقى؟ يسبب تصادمات بين ذراته تؤدي إلى إيه؟ إلى تأينها واصطدامها مع سطح الأنبوبة المطلي بمادة فلوريسية مما يؤدي إلى انبعاث الضوء المرئي. بيقول لك مرور تيار كهربي عالي التردد في الملف يحيط بقطعة معدنية أو تعرض كتلة معدنية لمجال مغناطيسي ناشئ عن تيار كهربي عالي التردد، ترتفع درجة حرارة القطعة المعدنية بسبب تولد تيارات دوامية فيها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك زيادة عدد لفات ملف الدينامو إلى الضعف وزيادة عدد دورات الملف خلال ثانية إلى الضعف أيضا. في حالة تزداد قيمة EMF المستحثة العظمى إلى 4 أمثالها تبع للعلاقة EMF max بتساوي NBA في 2πf، وكذلك تزداد قيمة EMF الفعالة EMF active إلى 4 أمثالها تبع للعلاقة EMF effective بتساوي EMF max على جذر 2. في الحالة دي السؤال رقم 36 عندما يكون مستوى ملف الدينامو عموديا على خطوط الفيض المغناطيسي بالنسبة لمعدل قطع ملف الدينامو لخطوط الفيض المغناطيسي. في الحالة دي الإجابة هتكون ينعدم معدل قطع الملف لخطوط الفيض المغناطيسي حيث ان السيتا بتساوي 0 والام اف تتناسب طرديا مع ساين سيتا. استبدال الحلقتين المعدنيتين لدينامو تيار كهربي متردد باسطوانه معدنيه مشكوكه الى نصفين معزولين. اللي هيحصل؟ يتحول التيار الكهربي المتردد في الدائره الخارجيه الى تيار موحد الاتجاه متغير الشده. إزاحة الفرشتين في دينامو التيار موحد الاتجاه 90 بحيث تلامس الفرشتان الشق العازل عندما يكون مستوى الملف موازيا للمجال. في الحالة دي مش هيمر تيار كهربي في الدائرة الخارجية عندما يكون مستوى الملف عموديا أو موازيا للمجال. اللي بعد كده تقسيم مقاوم التيار في الدينامو إلى عدد كبير من القطع يساوي ضعف عدد الملفات. في الحالة دي هنقول يصبح التيار الناتج في الدائرة الخارجية موحد الاتجاه ثابت الشدة تقريبا. سؤال 40 بعد كده بيقول لك توصيل ملف الابتدائي لمحول كهربي رافع للجهد بعمود كهربي بالنسبه لملفه الثانوي. خد بالك في الحاله دي يكون الفيض المغناطيسي الناتج عن الجهد المستمر ثابت ينعدم الحس المتبادل بين الملف الابتدائي والملف الثانوي ولا يتولد بين طرفي الملف الثانوي EMF مستحثه فلا يعمل المحول الكهربي. في الحاله دي مش هيعمل المحول الكهربي اصلا. السؤال ده سهل. تثبيت سلك الإيريديوم البلاتيني على لوح معدني مختلف عن مادة السلك في معامل التمدد الحراري. تصل قراءة الأميتر الحراري بدرجة حرارة الجو ارتفاعا وانخفاضا اللي هو الخطأ الصفري. بعد كده مرور تيار كهربي مستمر أو متردد في الأميتر الحراري. تتولد كمية من الحرارة في سلك الإيريديوم البلاتيني فيسخن ويتمدد ويرتخي مما يؤدي إلى انحراف المؤشر على التدريج
ببطء حتى يثبت عندك قراءة تدل على شدة التيار المستمر أو القيمة الفعالة للتيار المتردد. السؤال بعد كده بيقول لك قطع التيار عن دائرة تحتوي على أميتر حراري، يبرد سلك الإريدة من البلاتيني وينكمش فيجذب خيط الحرير اللي يعود المؤشر إلى الصفر التدريج ببطء في الحالة دي. بعد كده انقطاع خيط الحرير في الأميتر الحراري لأنه يسبب التمدد الحادث في سلك الإريدة من البلاتيني دوران البقرة، وبالتالي لا يتحرك المؤشر عند مرور تيار في الأميتر الحراري، فلا يمكن قياس القيمة الفعالة لشدة التيار. سؤال 45 مرور تيار متردد في مقاومة أمية بالنسبة لدرجة حرارتها، ترتفع درجة حرارتها نتيجة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. مرور تيار متردد في ملف حس بالنسبة لزاوية الطور بين الجهد والتيار، يعني يتقدم الجهد بين طرفي الملف على التيار المر فيه بزاوية طور 90. زيادة تردد تيار متردد يمر في ملف حس زيادة كبيرة جدا، ده هنا في الحالة دي تزداد المفاعلة الحسية للملف تبع للعلاقة XL بتساوي 2 باي FL حتى تصبح المفاعلة الحسية كبيرة جدا فتمنع مرور التيار الكهربي وتعتبر الدائرة هنا مفتوحة. القلب من الحديد المطوع في ملف حلزوني بالنسبة للمفاعلة الحسية للملف. الإجابة تزداد المفاعلة الحسية للملف حيث تتناسب طرديا مع معامل حس والزالي تبع للعلاقة XL بتساوي 2 باي FL، والذي يتناسب بدوره طرديا مع معامل نفاذية الوسط تبع للعلاقة L بتساوي زيت الحديد المطوع أكبر من معامل نفاذية الهواء. لف أسلاك ملف لفا مزدوجا بالنسبة للمفاعلة الحسية له عند مرور تيار متردد فيه. هنقول هنا تنعدم قيمة المفاعلة الحسية. 51 توصيل مكثف بمصدر تيار مستمر، يمر تيار في الدائرة يتناقص مع الزمن وينعدم بعد فترة قصيرة عندما يتساوى فرق الجهد بين لوحي المكثف مع فرق الجهد المصدر. ارتفاع درجة حرارة المصدر المشع بالنسبة للطول الموجي الذي يصدر عنده أقصى شدة إشعاع، يزاح الطول الموجي الذي عنده أقصى شدة إشعاع تدريجيا نحو الأكثر تبعا لقانون فين، حيث أن لامدا ام تتناسب طرديا مع 1 على تي أو عكسيا مع تي. 53 انتقال الذرة من مستوى أعلى للطاقة إلى مستوى أدنى للطاقة، ينبعث فوتون طاقة تساوي الفرق بين طاقتين المستوى. 54 تسخين سطح معدني لدرجة حرارة عالية، تنبعث الإلكترونات كهروحرارية من السطح المعدني. 55 هبوط إلكترون من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أدنى، في الحالة دي ينبعث فوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقتي المستويين طبقا للعلاقة H في اليو بتساوي E2 ناقص E1. إثارة إلكترون من مستوى طاقته إلى مستوى طاقة أعلى، لا يبقى الإلكترون في مستوى الطاقة الأعلى إلا فترة قصيرة جدا حوالي 10 أس ناقص 8 ثانية، ثم يهبط بعدها إلى مستوى طاقته وينبعث فوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقتي المستوى، حيث ان H في اليو بتساوي E2 ناقص E1. 57 إثارة ذرات الهيدروجين بكميات طاقة مختلفة، تنتقل الذرات إلى مستويات إثارة مختلفة حيث ان N بتساوي 2 3 4 وهكذا، ثم تعود بعد فترة قصيرة جدا واللي احنا لسه جايلينها فوق 10 أس ناقص 8 ثانية إلى مستويات أدنى، فتنبعث منها فوتونات بطاقات مختلفة مكونة مجموعات الطيف الخاصة بذرة الهيدروجين. سؤال 58 عودة إلكترونات ذرة الهيدروجين من مستويات الطاقة الأعلى إلى المستوى M حيث ان N بتساوي 3، في الحالة دي تنبعث فوتونات تقع في منطقة الأشعة تحت الحمراء، وفي الحالة دي هنا تكون سلسلة باشن. مرور ضوء أبيض خلال غاز أو بخار عنصر وتحليل الطيف الناتج، تختفي بعض الأطوال الموجية وظهور خطوط معتمة من الطيف المستمر للضوء الأبيض بعد تحليله، وهذه الأطوال الموجية هي نفسها الأطوال الموجية في طيف الانبعاث الخطي لهذا الغاز. تسليط فرق جهد منخفض بين الفتيلة والهدف في أنبوبة كوليدج، قد لا يظهر الطيف الخطي المميز لذرات مادة الهدف. إحلال مادة الهدف في أنبوبة كوليدج بمعدن آخر، يظل الطيف المتصل كما هو ويتغير شكل منحنى الطيف الخطي وكذلك الطول الموجي لخط الطيف المميز. يتغير نوع مادة الهدف في أنبوبة كوليدج بعنصر آخر ذي عدد ذري أكبر، يقل الطول الموجي للطيف الخطي المميز ويزداد تردده، لأن هنا التردد والطول الموجي في علاقة عكسية. 63 اختراق إلكترونات حرة طاقة حركتها كبيرة جدا لمادة الهدف في أنبوبة كوليدج، يصطدم الإلكترون الحر بأحد الإلكترونات المستويات الداخلية فيقذفه إلى مستوى طاقة أعلى أو يجعله يغادر الذرة ويحل محل الإلكترون من مستوى طاقة أعلى، فاقدا فرق الطاقة بين المستويين على صورة أشعة إكس. زيادة فرق الجهد بين الفتيلة ومادة الهدف في أنبوبة كوليدج بالنسبة للطول الموجي للإشعاع المميز.
لا يتغير الطول الموجي للإشعاع المميز لأنه يتوقف على نوع مادة الهدف فقط. مرور الأشعة السينية خلال غاز، يحدث تأيل لذرات الغاز بسبب ارتفاع طاقة الأشعة السينية. مرور الأشعة السينية خلال ذرات مادة بلورية، يحدث حدود الأشعة السينية ثم تداخل عندما تنفذ من المسافات البينية بين الذرات فتكون هضب مضيئة وهضب معتمة. انتهاء فترة العمر الذرة مسارة، أو انتقال الذرات المسارة من مستوى الإثارة إلى مستوى آخر أقل منه في الطاقة بعد انتهاء فترة العمر. تعود الذرة إلى المستوى الأقل في الطاقة وينطلق فوتون تقاطع يساوي الفرق في الطاقة بين المستويين. انتقال الذرات المسارة من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى قبل انتهاء فترة العمر، أو مرور فوتون طاقته اللي هي h نيو بتساوي E1 ناقص E2 بذرة مسارة في المستوى الأعلى E2. يحدث انبعاث مستحث حيث تعود الذرة إلى المستوى E وينطلق فوتون لهما نفس التردد والاتجاه والطول. وجود غاز الهيليوم مفردا في أنبوبة الليزر لا يتولد إشعاع الليزر. وصول ذرات الوسط الفعال إلى وضع الإسكان المعكوس، يكون الانبعاث المستحث هو الانبعاث السائد. عدم وجود مرآتين عكستين في نهايتي الوسط الفعال، لا تحدث انعكاسات متتالية للفوتونات وبالتالي لا تتم عملية تكبير اللي هي التضخيم يعني للإشعاع، وبالتالي مش هيتولد شعاع الليزر. تداخل الأشعة المرجعية مع الأشعة المنعكسة عن الجسم في التصوير المجسم، تتكون هدب التداخل على اللوح الفوتوغرافي الحساس وبالتالي تسجل كل المعلومات الخاصة بالاختلاف في الشدة الضوئية والاختلاف في الطور على اللوح الفوتوغرافي الحساس. زيادة شهد الشبكة في أنبوبة الأشعة الكاثود بالنسبة لشدة الإضاءة على الشاشة الفلوروسية، تزداد شدة الإضاءة على الشاشة الفلوروسية. عدم تشغيل المجالات الكهربائية المغناطيسية في أنبوبة أشعة الكاثود عند مرور الشعاع الإلكتروني. وده ليه أو إيه اللي هيحصل يعني لو عملنا كده؟ هنقول عشان يتحرك الشعاع الإلكتروني في خط مستقيم ويصطدم بمنتصف الشاشة ويتكون صورة أو تظهر نقطة مضيئة في منتصف الشاشة. زيادة شدة الإشعاع الضوئي الساقط على سطح الفلز بالنسبة لشدة التيار الكهروضوئي، علما بأن تردد هذا الشعاع أكبر من التردد الحرج. في الحالة دي تزداد شدة التيار الكهروضوئي لأن تردد الشعاع الساقط أكبر من التردد الحرج، فيزداد عدد الإلكترونات التي تتحرر من السطح مع زيادة شدة الضوء الساقط. سقوط شعاع ضوئي ذو تردد كبير على سطح فلز تردد أقل من التردد الحرج للسطح، في الحالة دي مش هينبعث الإلكترونات كهروضوئية لأن طاقة الفوتون أقل من دالة الشغل للفلز. سؤال 77. سقوط طاقته أكبر من دالة الشغل السطح الساقط عليه، أو سقوط ضوء على سطح معدني بتردد أعلى من التردد الحرجي، تتحرر الإلكترونات من سطح المعدن مكتسبة طاقة حركة. 78. سقوط فوتون من أشعة جاما على إلكترون حر، يقل تردد الفوتون ويتشتت ويكتسب الإلكترون طاقة حركة ويتشتت. 79. سقوط فوتونات على سطح المسافات البينية لذراته أقل من الطول الموجي للفوتونات، تنعكس الفوتونات على السطح لأن الفوتونات تعامل هذا السطح كسطح متصل وتنعكس عنه. 80. سقوط فوتونات على سطح المسافات البينية لذراته أكبر من الطول الموجي للفوتونات، تنفذ الفوتونات الساقطة من خلال المسافة البينية. 81. زيادة كمية حركة الجسيم بالنسبة للطول الموجي للموجة المصاحبة له، أو زيادة سرعة الإلكترون بالنسبة للطول الموجي للموجة المصاحبة لحركته. في الحالة دي يقل الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الجسيم تبع العلاقة دي براولي، حيث أن اللامدا بتساوي اتش على بي ال بتساوي اتش على ام في، واتش ده ثابت بلانك. تبعت لي على الرقم ده عليه واتساب، ابعت لي ان انت عايز البي دي اف ده وهبعته لك، وطبعا هسيب لك الرقم في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، وفي اول كومنت هسيب لك كل منصات التواصل الاجتماعي بتاعتي، فلو عندك اي سؤال برضو ما تنساش تسالني هناك. نخش بقى للموضوع بتاعنا. زياده فرق الجهد بين المصعد والمهبط في الميكروسكوب الالكتروني، نقص الاطوال الموجيه المصاحبه لحركه الالكترونات، او زياده معامل التكبير في الميكروسكوب، او زياده سرعه وطاقه حركه الالكترونات المنبعثه من الكاثود. كل ده هيحصل لو زودنا فرق الجهد بين المصعد والمهبط. طيب رفعنا درجة حرارة بلورة شبه موصل، يزداد عدد الإلكترونات الحر وعدد الفيجوات في البلورة فتزداد التوصيلة الكهربية لها. طب عملنا تطعيم لبلورة سيليكون نقية ببعض ذرات بورون، في حالة ترتبط ذرة البورون بثلاث روابط مع ثلاث ذرات سيليكون، تتكون فجوة تكتسب الإلكترون وتصبح أيونا سالبا، فيزداد تركيز الفيجوات في البلورة وتصبح بلورة من النوع بي، وتزداد التوصيلة الكهربية للبلورة. عملنا تطعيم لبلورة سيليكون نقية بأحد عناصر المجموعة الخامسة في الجدول الدوري، ترتبط ذرة العنصر الخماسي بأربع روابط مع أربع ذرات سيليكون، وتبقى الإلكترون تفقده الذرة وتصبح أيونا موجبا، فيزداد تركيز الإلكترونات الحرة في البلورة وتصبح بلورة من النوع N، وتزداد التوصيلة الكهربية للبلورة. طيب تلامس بلورة من النوع
ان مع بلوره من النوع بي لتكوين وصله ثنائيه. في الحاله دي تنتشر الفيوات الى المنطقه ان والالكترونات الحره الى المنطقه بي، فتتكون شحنه موجبه في البلوره ان وشحنه سالبه في البلوره بي على جانبي موضع التلامس للبلورتين، فيتولد فرق جهد بين طرفي الوصله الثنائيه، وعند وصوله الى قيمه الجهد الحاجز يمنع انتشار المزيد من الالكترونات او الفجوات. بعد كده لا يفضل تسخين شبه الموصل الناقل لزياده توصيلاته الكهربيه، لأن زيادة درجة الحرارة بمقدار كبير يؤدي إلى تفكك الشبكة البلورية وكسر الروابط، وبالتالي تتحطم البلور. السؤال بعد كده، شبه الموصل غير النقي يوصل التيار بدرجة أكبر من شبه الموصل النقي في نفس درجة الحرارة، وده ليه؟ أو إيه اللي هيحصل يعني لو كده؟ لأن شبه الموصل غير النقي به شوائب تعمل على توفير إلكترونات حرة أو فجوات تؤدي لزيادة التوصيلية الكهربية. وجود شائبة من الأنتيمون في بلورة سيليكون يزيد من توصيلاتها للتيار الكهربي، لأن ذرة الأنتيمون خماسية التكافؤ عندما ترتبط بالذرات المجاورة لها من السيليكون رباعية التكافؤ تشارك بأربعة إلكترونات فقط، وتبقى إلكترون حر يزيد من تركيز الإلكترونات الحرة. بعد كده تسمى بلورة السيليكون التي تحتوي على شوائب من البورون بالبلورة من النوع بي، لأن حملة الشحنات السائدة فيها هي الفجوات. بلورة شبه الموصل من النوع بي أو إن متعادلة كهربية، لأن في البلورة بي يكون مجموع الشحنات الموجبة للفجوات بي بيساوي مجموع الشحنات السالبة للإلكترونات الحرة إن، ومجموع الشحنات السالبة للإلكترونات المستقبلة إن إيه داش أو إن إيه هنا إن إيه سالب. وفي البلورة إن يكون مجموع الشحنات السالبة للإلكترونات الحرة إن بتساوي مجموع الشحنات الموجبة للفجوات بي، ومجموع الشحنات الموجبة للأيونات المعطية بتساوي إيه إن دي موجب. 92 تستخدم أشباه الموصلات كمحسسات لعوامل البيئة المحيطة بها. تستخدم أشباه الموصلات لقياس نسبة التلوث، لأن أشباه الموصلات لها حساسية عالية للعوامل المحيطة بها مثل الضوء والحرارة والضغط والتلوث بالإشعاع الذري والكيميائي. بعد كده مرور تيار الانتشار في الوصلة الثنائية بسبب انتشار بعض الإلكترونات من البلورة إن إلى البلورة بي، وكذلك انتشار بعض الفجوات من البلورة بي إلى البلورة إن. لو كنت وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك لو مكنتش لسه مشترك، وتبعت الفيديو ده لأصحابك، وتهتم بالنظر والمسائل على حد سواء. وبس كده، سلام.